السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل على أحلى وأجمل مشتركين ومشاهدين القناة. من منارة الرواي سلكتنا المتواضعة، سلكت السادة مشاهدين قناة أبطال حمام النش. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وتابعونا لآخر الفيديو، كلام مهم إن شاء الله هتسمعوه. النهاردة موضوعنا هنتكلم عن غشاش الغية، الغش في غية الحمام. كلنا طبعا عارفين ان الغش حرام، وانك تغش حد وتبيع له حاجة تكونش صح، ده كده اكبر حرام وفلوسها حرام عليك. ناخد شوية امثلة عن الغش في غية الحمام. اول حاجة انك تبيع حمام ضريبة على انه جامد، تبقى عارف ان الحاجة دي اتضربت، تيجي الواحد وتبيعها له وتقول له الحمامة دي جامدة والحمام ده جامد وتبيعه. أكيد في يوم من الأيام هتتعرف الحقيقة وتطلع أنت غشاش قدام الناس. يبقى لما تيجي تبيع حاجة يبقى لازم تعرف اللي هتبيعها له، الفرد ده أنا ضربه، الفرد ده طلعت لقيته، الفرد ده اتضرب مني. يبقى تبقى صادق مع الناس. تاني حاجة في الغش في غاية الحمام انك انت تبقى عارف طيرة ما بتبيضش او بتحصي بيل وتبيعها لحد، والحد ده يشتريها ويجي يفرخها يلاقيها ما بتحصيش او بتحصي بيل. اكبر حرام فلوسها. عايز تبيعها على عيبها، اكشف عيبها، واللي قدامك يا ياخدها يا ما ياخدهاش. هتقول له الطيرة دي ما بتحسيش، وانا قلت لحضرتك ان الطيرة دي ما بتشتغلش، قال لك هاتها وانا وبختي، دي حاجة تانية، وبتديها له بسعر قليل. تالت حاجة الدكر اللي بيروق. يبقى عندك دكر بيروق وتيجي تديه لحد وانت فرخته وروق معاك كتير، تيجي تبيعه لحد يفرخوا تليفونات كتيرة وشكاوي كتيرة، إن كان على الفيس على الجروب أو على الواتس، فلان غشنا، فلان اداني دكر بفرخه بيروق، أعمل إيه؟ طب اعمل 1 2 3، عملت روق. يبقى ده كده في عيب في الجهاز التناسلي عند الدكر. يبقى من الواجب إن أنت يا تذبحه يا تقول للي قدامك على العيب اللي فيه. لازم يبقى فيه امانه وفيه صدق في التعامل مع الاخرين او مع صغار غواي او رجوع. الغشه الكبيره والاكبر انك تلعب في خلقه ربنا، تمسك فرد حمام، وده طبعا في الحمام اللي هو الغزار او الصافي اكتر، تمسك وتجيب القصافة وتقص عظم الفرد وتيجي تحرقه بسجارة، تكويه، تعمله بمبرد، تغير من شكل الفرد وتحليه أكتر وتأثر عظمه عشان تعرف تبيعه بفلوس أكتر. يجي اللي اشتراه يفرخه تلاقيه بيطلع معاه حمام وشه محدود. ناس كتيرة بعتت لي صور لحمام عظمها مش راكب على بعض، مقصوص، ضبة مش جاية على الضبة. ايه رأيك في الفرد ده؟ الله ينور، بس الفرد ده عظمه حاصل فيه كده، اللي بحولك قصه. انت لازم يبقى عندك امانة وتبقى صادق مع الناس. ليه تعمل كده؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر هتاخد فلوس زيادة. والله 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 ربنا ما هيبارك لك. من غشنا فليس منا، صدقت يا رسول الله. كل الأديان اتكلمت عن الغش والتجارة، ولازم يبقى فيه تبقى صادق، ما تضيعش صورتك قدام الناس عشان خاطر فلوس ولا مكاسب، وتبقى صورتك على كل لسان.
ملهوش داعي ان انت تغش حد عشان تاخد وتتربح من ورا الكلام ده. تقص في عظم الفرد وتتباهى انك انت بتقص عظم الحمام، بتتباهى قدام الناس انا مسكت الفرد ده. في ناس عامله تسعيره للحاجه دي، هات الفرد ظبط لك وشه وعصر لك عظمه ب 100 جنيه، هنقيفهولك ب 200 جنيه، سيبهولي يومين 3. وصلت بينا الاخلاقيات والمبادئ لدرجه الغش والكذب. ما ينفعش الكلام ده. الحمد لله على مدار رياتي وهوايتي، لو حد خد مني زغلول وراح وفي شهود على الكلام ده والناس كتيرة، لو اتضرب تاخد ثمنه يا تاخد بداله. عمر ما الواحد باع حاجة ضريبة على رسوم ان هي جامدة او غش حد. طبعا الكلام ده مرفوض. الواحد عمل خير، الخير موجود على جوجل، اكتب اول صندوق هيدروليك تحت الارض ياسر ادهم، هتلاقي اليوم السابع متكلم على ياسر ادهم. المصري اليوم طلعت في التلفزيونات، احد المواطنين الشرفاء. المجال عملي قدمت مشروع على حسابي الخاص كلفني 50,000 جنيه، وفي اتحاد اوروبي اشاد والورش المركزيه اشادت وشهادات تقدير، وكل ده جاي في السكه وهتشوفوه ان شاء الله. فاي حد يشهر بحد دي كده تعتبر من ضمن نوع من انواع الغش، بتغش عقول الناس. اوعى تغش، اوعى تكذب على حد علشان اغراض معينه، اكبر حرام. يا رب الناس تتعظ وتتعلم وتاخد دروس وتشوف اللي سرق ولا ارتشى ولا اشتغل في الممنوعات مصيره ايه، حتى لو هيورث لاحفاد احفاد، في النهايه صفر. عمر ما الحرام بيدوم، عمر ما الحرام بيدوم. خدت جنيه بدون وجه حق هيروح في علاج، هيروح في ادويه، هيروح في مرض، هيروح في اي حاجه، هيتخلق له، هيجي لك اللي يغشك وهيجي لك اللي ياخده منك. افعل يا ابن ادم كما تشاء كما تدين تدان. اللي انت هتعمله هيتعمل فيك. عمر ما الحرام هيدوم. ان شاء الله كده في سيرة ذاتية ليا، ونشوفوا الواحد قدم ايه لغاية الحمام من ندوات بصرف عليها من جيبي، هنشوفوها وموجودة فيديوهات على القناة لتوزيع حمام لصغار الرواد مجانا، لتوزيع أدوية مجانا، لعمل خيرية، لحاجات كتيرة هنستعرضها لحضراتكم في فيديوهات وتاريخي وقصة حياتي، عشان لما نيجي نختتم اليوتيوب الحمام يبقى عارفين تاريخ الواحد ورحلته في غاية الحمام واللي اتعرضت له بسبب غاية الحمام. انتظرونا في الفيديوهات القادمة، محدش هيبطلنا فيديوهات او احنا مكسوفين من حاجة، اللي احنا بنقوله متأكدين منه، واللي عنده غير كده يثبت لنا ويجيب صاحب الشيء. ما تتكلمش عن لسان حد، هات صاحب الشيء يقول ياسر ادهم عمل معايا كده، يجي يتفضل وياخد اللي دفعه اضعاف. بعد العمر ده الناس هتيجي تشوه سمعتنا، لا ما ينفعش. احنا مستمرين لحد ما الامور تبان وتوضح ان شاء الله، كل واحد ياخد حقه. وانتظرونا بالمفاجآت والفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.